اخذت علي. لا انا ارجع عن الاسلام اولا. اسال سؤال بخصوص الموضوع. هو موضوعنا الامام الحسين عليه السلام وليس الصفات وصفات الذات. اكو 3 من علماء، من كبار علماء السنه، بل من اكابر علماء السنه وكلهم معروفين. اول واحد منهم هذا يترجم له الذهبي في سير اعلام النبلاء، هذا على الويب حتى خاف يصير اشكال. يقول الذهبي سير اعلام النبلاء، يقول ابن الاثير القاضي الرئيس العلامه البارع الاوحد البليغ مجد الدين ابو السعادات المبارك محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري الموصلي الكاتب ابن الأثير صاحب جامع الأصول وغريب الحديث وغير ذلك، ولد كذا 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 كذا. طيب هذا من أول واحد؟ مجد الدين ابن الأثير. طيب الثاني من هو أخواني؟ طيب أيضا الذهبي سير أعلام النبلاء، الشيخ الإمام العلامة المحدث، شوفوا الألقاب أخواني، الأديب النسابة عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري الشيباني ابن الشيخ الأثير أبي الكرم، مصنف التاريخ الكبير الكامل في التاريخ، ومصنف كتاب معرفة الصحابة، يعني سني خطه ونخله وفسفوره. مولده بالجزيرة، في جزيرة ابن عمر في سنة كذا وكذا وكذا وكذا. طيب سمع من فلان، وكان إماما علامة إخباريا أديبا متفننا رئيسا محتشما. شنو الملخص؟ شنو حج غير نعرف بهم شنو هم هذول. المهم الثالث إخواني اللي هو موضع الشاهد، هذا أمامكم، هذا الإعلام للزركلي، هذا الإعلام للزركلي. يقول ابن الأثير الكاتب نصر الله محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري أبو الفتح ضياء الدين المعروف بابن الأثير الكاتب، وزير من العلماء الكتاب المترسلين، ولد في جزيرة ابن عمر كذا وكذا 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 إلى آخره. طيب هذول أخوة 3 كبار من علماء السنة، كلهم سنة. أحدهم عنده كتاب، هذا كتاب اسمه الوشي المرقوم، كتاب الوشي المرقوم. هذا الكتاب أمامكم على الشاشة، هذا كتاب الوشي المرقوم. ماذا يقول ابن الأثير في الوشي المرقوم؟ كلمة قالها حج جواد قبل 3 أيام، لكن أنا حبيت أن أطلعها من كلام واحد سني عالم من علماء السنة. شوفوا إخواني أعزائي، هذا نفس الكتاب، هو الصفحة 381. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. شوفوا إخواني أعزائي ماذا يقول. هذا النص أمامكم، هذا النص أمامكم. يقول وفي هذا القسم ما ذكرته في فصل من كتاب يتضمن وصف الحزم، فقلت الحزم عروة بها يتمسك، وهو كالفرصة التي ان ضيعت فلا تستدرك. طيب وقد قامت، ثم يكمل كلامه هنا، وقد قامت التجارب فيه بالإنذار. شوف شعر على وزن. وعرفت فيه مواقع الجدار، فإن شئت أن تدعى حازما. إخواني هو خاف واحد يقول ينسب الكلام، هو يقول قلت فإن شئت أن تدعى حازما فلا تأخذ بالعزائم الضعيفة، ولا تهمل الأمور فهي في أولها حتى تأتي وهي رديفة. موضع الشاهد إخوان انتبهوا. واعلم إن الحسين لم يقتل في كربلاء، وإنما قتل في يوم السقيفة. الله. وين قتل؟ لم يقتل في كربلاء. واعلم أن الحسين لم يقتل، نعم، في يوم كربلاء، وإنما قتل في يوم السقيفة. شنو معنى هذا؟ يعني إنه شنو جاب الحسين على سقيفة بني ساعدة؟ شلون قتل الحسين في يوم السقيفة؟ كيف؟ بأي طريقة؟ هذا عالم سني، طلعت ترجمته، مو هو. 3 لحظة أخت علياء، هذول 3 من كبار علماء السنة، واحد مصنف في الصحابة، واحد في غريب الحديث، واحد التاريخ السني كتاب ابن الأثير الكامل، زين، وهذا الثالث لا يقل عنهم، أيضا عالم أديب متبحر شاعر، يقول إن الحسين لم يقتل يوم كربلاء، وإنما قتل في يوم السقيفة. شلون قتل الحسين في يوم السقيفة؟ شنو يقصد يعني؟
اي تفضلي عليا. انت تسالني انا؟ اي هذا الكلام يا سيدي. يعني عمر وابي بكر هما اللذان قتل الحسين عليه السلام، اي معناه؟ هذا طبيعي انه كنتوا تقولونه، هذا سني، احنا شو دخلنا؟ انتم لا اول شيء انا ما راح احكم على دليل انا ما قراته ولا سمعت فيه قبل كذا. سني المطبعه سنيه والحبر سني والورق سني، كلها سنه. من قال انت قلت وانا يجب علي ان اصدق ما قلت انت يا حاج واحد؟ لا، على الشاشه موجود، على الشاشه عرض السيد. هو اول شيء السيد مع احترامي لعرضه هو غير موجود في التيك توك. شنو غير موجود؟ هذا كتاب امامكم. لحظه، عرض مره، لا خل اضح على التيك توك عرض. يعني باستثناء هذا كتاب الوش المرقوم، هذا على الويب. كبر ابو كريم، لحظه خل اعرض لك اياه يا عليا. طيب لحظه بس سؤال بينما تعرضون الكتاب. تمام. يعني انا الان مفروض علي كإنسانة مسلمة إني أنا أصدق طعنكم في الله يرحم والديكم. جزاك. لا هو سني. أنت الآن وين الكتاب؟ خليه إن شاء الله حتى يكون من في مكان إن شاء الله. لا سني. علي ممكن أستأذنك أسألك سؤال واحد بس؟ لا سؤال واحد بس. أنا الآن راح بالاحترام أنا سيد ما راح يظهر الكتاب. شفتي الكتاب؟ شوفي. يا حاج وعد، يعني رجل كتب كتابا، هل هو من صحيح البخاري ولا مسلم حتى تلزمني فيه؟ خليه يطبع منه مليون نسخة، لا تعنيني في شيء. لا بس كبر هاي سيدنا، كبر هاي واعلم أن أن الحسين. لحظة علي أريد شتي تقريها صوتك أحسن. سمعت العبارة إن اللي قالها إنه قتل يوم السقيفة، هذا كلام ماخوذ. شنو معناه يوم السقيفة هذا؟ لأنه من عز كتبكم. أنا أجيب لك من عز كتبك، وإذا تبي المناظرة غدا ما عندي مشكلة. حاج واحد من نص كتبك مدح الحسن والحسين في الصحابة رضوان الله عليهم. أنا أخذ بكتاب مجهول الهوية وأترك التاريخ عن الصحابة. يلا جيبي إنه لا يعنيني في شيء. هذا الكتاب لا يعنيني. جيبي إنه الإمام الحسن عليه السلام مدح الصحابة، ما عندنا كل مشكلة. جيبي خلينا نشوف وين موجود. العفو. جيبي يلا. لحظة. باكر له اليوم؟ بكره له اليوم؟ وتاخذ فيه يا سيد ميثم يا حاج وعد. اي اذا تجيبين انه نمدح الصحابه، لان في صحابه خوش اوادم وفي صحابه مو خوش اوادم. لا كل الصحابه فيهم خير وبركه. لا ما لا، يعني اذا جبت لك مثلا صحابي يشرب خمر، شلون خوش ولد هو يضرب بيره وهذا شلون؟ لحظه. طيب ولا حج وعد. السلام عليكم، عظم الله اجركم. معقوله صحابي يشرب خمر؟ اي والله. لا اكمل يا حج وعد في بالدليل. يا اخي من اللي معي؟ من اللي يتكلم يقول معقوله؟ من اللي معي؟ من؟ حجينا انا وياك. ابو يوسف. يا اخ ابو يوسف، عندنا في صحيح مسلم، اذا ممكن شيخ يطلع شيخ. بس ممكن انا حضرت الدليل يا حاج وعد، خليني اقول. صغير قالت لي اتكلم، اريد اتكلم تخنقني. لا تفضل. في صحيح برنامج في صحيح مسلم في صحابي اسمه سمره ابن شنو سمره بن جندب. تكلمت عنه، ما قلت اللي بيع النبي. هذا كان مفتح محل مال عرق وبيره. لا تدلس، مو محل، عربانه يبيع بالسوق. المهم هسه عربانه بسطيه مول. المهم والله اثنينكم دلستوا انت وحج وعد ابو كريم. ماكو لا عربانه ولا حانوت. كان عنده حانوت وكان يبيع. حتى ان عمر بن الخطاب عنده موقف جميل جدا حقيقه. شوف احنا الجميل نقول عمر اظن بار حد بالمصطلح الحديث بار عنده بار. تفضل اشرب. فاظن عمر ماذا فعل؟
اظن كسر البطاله ولا ما اعرف سوى، نسيت والله. لا حجي هم دلست مره ثانيه، حرقه يا سيد خليه شو اسمه كل شيء حرق الحانوت، حرق البار. حرق البار. معقوله صحابي يحرق بار صحابي ثاني؟ معقوله؟ الان اسمع بما ان السيد قال حرق، الان ابو العرق والبيره وواحد حرقه، انا مع المحروق لو مع الحارق. طيب شنو قال عمر رضي الله عنه؟ عمر موقفه شو قال؟ عمر قال له انت، هو اسمه رويشد، قال بل انت فويسق. يقول له انت فويسق ولست رويشد. لا قال العباره الثانيه، قولها يا سيد ميثم. والله هو قال له انت فويسق ولست رويشد. لا في عباره ثانيه قال كنت تشبه. السلام وين اليوم؟ لعن الله سمره. قال لعن الله سمره. كمل يا ماي هذه العباره. عفوا قال شيء ثاني، اسمع، يدل انه ما كان خمر، كان شبهه ما شبهه. لا انا متاكد من كلامي. لا بلغ عمر ان سمره باع خمرا. عجيب. يشربون خمر. لحظه، يجوز هي صحيح شبهه، ادري يحرق البضاعه مال الرجال على شبهه. يعني مثلا انا لحظه نعم. يا عليا، انا عندي مثلا بطل، مثلا تجي وحده او واحد ما يعرف هذا بطل مال بيره ولا مال فيمتو، وانا ابيع فيمتو، يحرق الفيمتو تبعي، انا متشبه. ليش حج صار رجل عند عبد الرزاق الصنعاني، والعصير شو رجل وقع في الاشتباه. لحظه اجى رجل ووقع في الاشتباه اللي قاله حج وعد. اجى عطشان فشاف له اداوه سطيحه، يقول عبد الرزاق سطيحه معلقه، هو عطشان فشرب منها فسكر. قال عمر ايش بيه هذا؟ قالوا له سكران. قال لهم جيبوه. زين ليش سكران انت؟ رادي جلد. قال انما شربت من اداوتك، هاي اداوتك معلق. قالوا له هاي العمر شربت منها. قال وانما اجلدك سكرك، انت تسكر انا ما اسكر، اشرب ما اسكر، متعود، بس انت تسكر. فجلده. لا سيد عبد الرزاق قال انما اجلدك لسكرك، انت تشرب وتسكر. سني هاي اداوه صح مالتي، انت شربت منها سكرت، انا ما اسكر. سني. طيب اول شيء حاج وعد عمر رضي الله عنه الشيخ يشربون. شلون المبسوط السرخسي يقول ان سمره بن جندب كان يتدلك بدردي الخمر في الحمام، فقد انكر عليه عمر ذلك حتى لعنه على المنبر لما بلغوا ذلك عنه. ذولا كلهم رضي الله عنهم. على فكره انتم والله شوفوا سبحان الله، رغم منعكم تمدحون الكتاب والله على شيء. والله هذا المبسوط كتاب مبسوط السرخسي. طيب انت دلوقتي بتقولي عمر الفاروق، هو مين اللي سماه الفاروق؟ طيب مين اللي سماه الفاروق؟ مين اللي لقبه الاسم ده؟ شوف يا حاج وعد، شوف لا شوف انت بكره اريدك بكره من فضلك مين اللي سمى عمر؟ حاج وعد الله عليك قبل ما تختم محمد الله يرضى عليك حاج وعد، بس انا اريد ختامها مسك بالله عليك حاج وعد. انت تخيل خليفه اللي هو بعد رسول الله. شوف حاج وعد اسمعني، ابو بكر وعمر هذا عند ابن حجر في كتاب فتح الباري أن عقد أبو طلحة زيد بن سهل مجلس خمر في بيته ودعا 10 أشخاص من المسلمين فشربوا وسكروا، حتى أن أبا بكر سوالك أنشد أشعار قتل المشركين في بدر. يقول لك من ضمن بس اسمعي يقول أبا بكر ابن أبي قحافة النبي تطعنين في الصحة عادي. أبا بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب اثنيناتهم خلفاء كانوا يشربون خمر. والله خوش خلفاء، والله خوش أبا بكر وابن أبي قحافة وعمر بن الخطاب صحابة رسول الله. تعرف من اللي كان الساقي؟ تطلعون دينكم حاج وعد. تعرف من اللي كان الساقي؟
حاج وعد تعرف من اللي كان الساقي؟ هو أنس بن مالك، يقول كنت أنا الساقي وكان عمره 16 سنة. الله أكبر. شوفوا يا ناس كيف تطعن في أنس بن مالك أكبر رواة الحديث. شوفوا يا ناس والله يقول في سننه أن أنس قال كنت أصغرهم سنا وكنت أنا الساقي في المجلس. تكتموني ليه ما تبوني أتكلم؟ لا تكتموها أخواني، لا تكتموها. لا سوي ميوت، خليني أكمل. سوي ميوت يلا. يا بس غير باب تحريم النبيذ. محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن البلاد عن أبي قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقلت يا جارية أسقيني ماء، فقال لها اسقيه من نبيذي، فجاءت بنبيذ مريس في قدح من صفر. قلت لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا، فقال إذا ما نبيذهم هذا نبيذنا. الله أكبر. المعصوم عندكم يشرب نبيذ؟ الله أكبر. نبيذ مو حرام يا وقبل شوية لما كان الصحابي مفتح سوبر ماركت سمرة بن جندب يقول خمرا مو نبيذ. علياء نبيذ نبيذ يا اخوان طول المجال. مليون رواية عندكم في النبيذ. ومليون رد عليه. لحظة بهدوء. اولا ليش تطعن في انس بن مالك؟ ليش سمحت تطعن في انس بن مالك؟ اولا هم الصحابه شربوا عرق، ابو بكر وعمر وانس بن مالك كان يسقيهم. اخواني نقطه الالتقاء يا اخت علياء طول المجال تقول على الصحابه ابي بكر طلعت الملحده. الله اكبر. حنان اللادينيه كملت. انت كنت في بيتك تسخرين. معقولة حنان ملحدة؟ معقولة؟ دكتورة حنان انت في بثك تسخرين من القرآن الكريم من آية الإسراء والمعراج أقسم من بداية الله الكريمة. لا ما أعتقد. لا علياء حولي علياء سيطر على قرينك انت بالذات ما اتناقش معك يا لادينية. انت لادينية. انت سيطر على قرينك علياء. اسكت انت خليك عجب. انت ما سيطر على قرينك يا علياء. انت لو على حق مش هتجي كده. انا اخت علياء. انت كده النهارده يحصل لك حاجه ممكن تروح. لا اخي محمد والله الاصوات في الداخل. انا اللي اعرف من آية الإسراء والمعراج صح ولا لا؟ 30 ثانية يا جماعة. شلون؟ والله ما اسمعكم بس هدوء ما اسمع. اسمعي انت كنت في بثك تسخرين من الإسراء والمعراج وكنت جايبة لعبة على شكل بغل وتسخرين تقول هذا اللي طلع عليها رسولكم قسما بآيات الله العزيز. انت والمشرف تبعك كنتوا فاتحين اقسم بآيات الله والله سبحانه وتعالى. انا ما ناقش لا دينيه. انا ما ناقشك يا ملحده. ما ناقشك. طيب ماشي اديني فرصه اتكلم في بس الحاج وعد. والله ما بكلمك يا بنتي. يا بنتي ما بكلمك يا جماعه. علياء ايش فيكي؟ ضايقتي من دكتوره حنان شوي هدوء. والله يا دكتوره حنان اندل صبرك يدل على حياتك وعلى دينك. خلي تتكلمي. علياء والله ما فهمت الموضوع. علياء والله ما فهمت من الصراخ مالتكم. يا حاج وعد ما اسمع. عمر بن الخطاب انت تتخيلي خلي الدكتورة تتكلم يا ست علياء. اخوان ادعوا للاخت مريم علي مريضه احدى الاخوات الله يبارك فيكم. ادعوا اي والله مجاوب يا اخت علياء. انا ما فهمت موقف الدكتوره. شو البخاري يا حاج وعد شو يقول؟ لان ما هي عايزه تغطي على يا اخوان لا تكتمون علياء. سؤال محدد وجاوبي عليه. في بس آية الإسراء والمعراج وكنت جايبة ملحد وفاتح الكاميرا. علياء يا أخت علياء يا أخت علياء لا لحظة يا أخت علياء. أنت الآن في موقف ضعف. أنت الآن علياء في موقف ضعف. أنا جاية بس لا معلش يا أخت علياء. أنت الآن
يا علياء أنت الآن في موقف ضعف. لماذا؟ لأنه تخافين من أن تتكلم دكتورة حنان، معناه أنت ضعيفة. اقسم بالله ما اتناقش مع لا دينيه ملحده. هي ما تتناقش، هي تريد تقول مداخله. انا ملحده. تسنيني الكلام. انت لا تلوني لا تلوني. انا باجي بس علياء عيب، علياء عيب، عجيب والله لك. علياء عيب، فضيحه في البخاري يا جماعه. الوقت تاخر وما اريد اسمع. علياء طيب هقول الفضيحه اللي فيه علياء والله عيب، والله عيب. عندهم دي لا دينيه ما اتناقش معك، ما اتناقش معك يا بنت. سكتي يا عمي، احنا نريد نتناقش وياها يا علي. انا اريد اتناقش ويا الدكتور. تفضلي المايك ثاني يا استاذ كريم. اقسم بالله انا اريد اتناقش ويا الدكتور. رجاء اكتم المايك. تفضلي يا حاج واحد. تفضلي دكتور. عمر بن الخطاب قال خلافه ابي بكر كانت فلته وقى الله شرها، من اعادها فاقتلوه. انت هذا اللي جيتي فيه. قفل المايك لو سمحتي. يا لا دينيه. عرفتوا بتغطي على صوتي ليه؟ تاني. عمر بن الخطاب قال على خلافة أبي بكر أنها فلتة ومن أعادها اقتلوه، لأنه لم كمان يعني كمان لا دينية وكمان مسيكين وضعيف الشأن. هذا يا الموضوع يا علي خلينا نسمع. هذا وين موجود الكلام؟ كتاب الملحدين في البخاري. لا اله الا الله. يقول فلته سني. هذا الكلام سني اخت علياء. عمر بن الخطاب بيقول كانت فلتة وشر. هذا كتاب سني البخاري سني بعد القرآن. سني. اجيب لكم بيعة ابو بكر شر. لا دكتور هذا يا حاج وعد. يعني انا اقول لك هذه تطعن في ايات الله عادي. من آية الله عمر. علينا خايفين من الله، بس هذه تطعن في ايات الله عادي محترمه عندكم. المشكله مع الاسلام. طبعا محترمه. يعني انت مشكلتك مع كتاب الله، هي بتكلمك من الحديث. هي بتكلمك دلوقتي من الحديث. انت مشكلتك مع كتاب الله. يا رجل انت لا في العير ولا في النفير، سوي ميوت يا حبيبي. زي ما كنت دحين على القرآن، زي ما كنت انا اريد استفاد من الدكتور. سماع على رسول الله. انت تفعلين بالله، انت تلحقين يا علياء. علياء انت ملحده باسماء الله وصفاته. خليها تعترف يربش الى ايد ويجد ويصعد ملحده وهي ملحده. لا تقولي الان احنا ندفع مخابرات حتى الحاج يخليها تعترف. لا كل من موسى بينا بس الناس اللي تدعي انها الناس اللي تدعي الكماليه انتوا لانكم تكفروا للناس. فلحين نورجيكم انتوا تكفروا للناس. نقولكم ترى الخيس عندكم بالكتب، ترى صلحوا نظفوا يمكم. انتوا عندكم ست علياء. انا اريد اخذ المصدر من اول مره اسمعها انه بيعه ابي بكر فلته وشر. اريد المصدر. بلكت مو صحيح يا اخت دكتوره حنان. هذا الكتاب اللي قرأت منه سمعت الخلفاء حركتيه، والله استغربت من سمعت الخلفاء يشربون. انا ابني معناته انا ابني يصير خليفه. انا هسه ابني مشروع خليفه. تعرف ليش؟ يا اخواني خلينا نعرف. الله اكبر يا رب. رجاء لا حد يرفع الكتم. الدكتوره حنان حتراوينا المصدر. ترى اللي يرفع الكتم راح ينزل مهما يكون. دكتورة حنان، هل الكتاب اللي قرأتي منه أن بيعة أبي بكر شر وفلتة، هل هذا الكتاب سني لو شيعي؟ بكل صراحة. فلتة. كتاب فلتة. البخاري أديك رقم وتقراه. أي فلتة وشر وقى الله شرها، من كررها اقتلوه. سني. رقم الحديث 6830 البخاري يا حاج وعد. كبروها. حديث صحيح مش هذا موقع ايراني. يا موقع هذا يا دكتور، غير تقول لنا يا موقع. خل تقرا اقري كله يعني بالسياق. خلينا نشوف. يا حاج وعد في سني طالب قسط لين حضرتك اقراه
اقراه عشان هي مش هتخليني اقراه. شو اسمه علياء؟ سامع رقم الحديث يا علي انت لاش انت مثلا اقرا سلفت من ثاني ماكو مجال هنا. البخاري. شو اسمه ام ناصر صعدوها، شو اسمه السني اختنا علياء؟ ماكو سني ماكو سني. يريد يروح البيت 5 رجاء، ما 5 في مجال. دكتورة اقرا من هذا الكتاب السني، يعني شلون ابو بكر يقولون خير وهذا الكتاب يقول شر واحنا حرنا. لا، ان بيعة ابي بكر فلتة وقى الله شرها. هو طالب قصة ساعده. إيه شنو اسمه؟ البيت 5 يا علياء، ماكو مكان ماكو مجال. شنو اسمه؟ فرجه قريب. من هو فرجه؟ هي يا سيد الفاضل. يعني هو فرجه قريب. بيعة ابي بكر فلتة. سعد حضرتك سامعني؟ مولانا ممكن انزل انا وهو يصعد لو تحب. لا انا صوتي مسموع يا جماعه. خلي ينزل، خلي حرية ينزل. حرية ينزل، حرية انزل حتى نصعد هذا، انزل روح هناك حرية. انما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت. سعد بن ناصر. الا وانها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها. اعوذ بالله. ناصر روح البيت 5 ام ناصر. يعني كده خلاص يعني يا دكتورة حنان حضرتك خلصتي ولا هتقرأي لنا التفسير؟ طيب. وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه. الآن دكتورة لحظة بعد إذنك، لحظة فاقتلوا لحظة. الآن دكتورة سوي ميوت. الآن علياء تفضلي، شنو الشر اللي في بيعة أبي بكر؟ والله وبالله وتالله وبرقبتي وبذمتي ان خلافه ابي بكر كلها خير من اولها الى اخرها. هذا كذاب، اذا البخاري كذاب. اللهم احشرنا معه.